السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. مبدئيا لو زملكاوي ما تتفرجش على الفيديو لأن مش هيناسبك، لأن أنا عارف إن أي زملكاوي عمره ما بيقولش الحق، وطول عمركم مدلسين بكمية الكلام اللي أنا شفته امبارح على صفحات التواصل من زملكاوية. يقول لك أصل هي مش ضربة جزاء والحكم طبق العدالة، ولو العدالة اتطبقت النادي الأهلي مش هتشوفه في الدوري. برافو يا حبيبي. انا هحاول ابقى مؤدب خلال الفيديو، يعني زي ما يقول لك ايه اللي فيها تجيبه فيك. يعني الزمالك شابوه، منظومتكم عرفت تضغط على كابتن علي ماهر، تضغط على لجنة التحكيم، بتجيبوا حكام على مزاجكم وبتعينوهم من عندكم. شابوه والله بجد. لكن انا العيب عليا، انا العيب على ادارتي الضعيفة المستباحة اللي ما عرفتش تاخد حقها، واتحاد الكورة اللي سابك وباعك يوم ماتش الترجي ما رحتش تقدم استئناف. وطبعا الاتحاد التونسي اللي طلع وقال شكرا للجامعة التونسية علشان تابعت موضوع الاهلي وان الاهلي يلعب من دون جمهور. انا عندي ادارة ضعيفة يا عم، وبالتالي انعكس عليك في ماتش امبارح ان انت امبارح الحكم بكل الفجر اللي هو عنده ما حسبش ضربة جزاء صحيحة. يعني حتى الحكام الاجانب اللي بعتت لهم الحاله قال لك الكره صحيحه ضربه جزاء، واللاعب بتاع سيراميكا يقول لك اصل انا كانت بالنيه جت في ايدي. ربنا يجعلها في ميزان حسناتك يا صاحبي، والله ربنا يجعلها في ميزان حسناتك. طبعا بعد الصياح ووجع الدماغ يا الماتش مش هيتعد. الحكم حتى لو تعاقب، حتى لو اداره التحكيم تعاقب، ما انت ضيعت عليا نقطتين في سباق الدوري. ويا عالم هل هنهي تاني ولا تالت؟ وهو ده الصح، عشان ده جيل كله اصلا كله سواد. رجعوا لنا الجيل بتاعنا اللي كان بتاع القاضيه، بتاع السوليه، قفشه، علي معلول، الرجاله اللي كانت بتحب بعضها. من ساعه ما دخل علينا بعض اللعيبه وشكرا. ابتدت المباراه، اول نص ساعه انت ضاغط على سيراميكا، مش مخليهم شايفين اصلا. طبعا انا ابتديت دلوقتي بقى التحليل الفني. في الدقيقه 5 في تسديده لتريزيجيه، الحارس صدها. بعد كده تسديده من كابتن زيزو بالونه، هو دي اللي عملها في الماتش. والباقي درجن 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 بح. بيعمل ايه بح؟ ما علينا. عرضيه لامام جوه ال 18 يحطها براسه زي الشطوره الاموره. خالتي امام، والله لو في عروض توكل على الله يا عم. والله الفرقه والله عارف لو انت مشيت الفرقه هتبقى حلوه. انت بتعمل كل ده، انت جيت يا امام على فرقه كانت بطله افريقيا، خدت معاهم ودقت الطعم المجد. لكن انت يا امام انت من جواك تربيه الزمالك. عمر حد من تربيه الزمالك ما هينصلح حاله في الاهلي. ما علينا. فضلت 30 دقيقه وجت الدقيقه 35 تسديده من كابتن فالنسيا، اللي المفروض انا ده واحد ماشي فبلعبه بستفيد منه. هو اصلا ماشي طول الماتش بيتمشى خايف على رجليه. ده عقابه انه ما يلعبش وينزل يتمرن مع الناشئين. ده عقابه، وما يتمرنش اخصم له. اليو ديانج ده بالذات لازم انت تمشيه، لازم انت تقعده تنسيه الكوره خلال المطوشه اللي جايه. عشان انا امبارح والله العظيم انا كميه شتيمه في سب لديانج. اقسم بالله يا ابني انت بتعمل ايه؟ ده الجون اللي في الدقيقه 40 بسببه الكره اتقطعت منه، اتشاطت قذيفه. كابتن شوبير ايه يا اسطى انت بتصد لجوه؟ يا راجل ده الشناوي يستحي يعملها، والله الشناوي يستحي يعملها يا اخي. الشناوي يستحي يعملها انه يصد كده. او يقول لك في نادي اسباني اف سي طراطيفو، او اجري اجري وشد في صباع رجلي اف سي اسبانيا عايز يتعاقد مع الشناوي. يلا يا جماعه مضوا 5 سنين ولبسونا احنا. ينتهي الشوط الاول بتقدم سيراميكا. بعد كده الشوط الثاني السباك اللي عندنا على الخط ربنا كرمه وقال لك اما اغير، نزل الشحات مكان زفت الطين ديانج، العاق ديانج. الدقيقة 55 تسديدة من تريزيجيه، كابتن ار2 ياخد الكورة، انا عايز ارقص الجميع وارقص الجون وارقص العارضة واحط جون. ده لو حط جون يا ابني والله العظيم انا شفتك في الدوري الانجليزي عيان. والله يا ابني كان اخرك دوري تركي. ما علينا. يقول لك العفياجي الجامد كابتن ما علينا. تيجي الدقيقة 59 وتسديدة من أفضل لاعب في المباراة مروان عطية.
جت جنب العارضه بالظبط في مرمى بسام نوير اللي بيجي يقلب نوير في ماتشات الاهلي. تيجي نوير ده كان واقف في البطوله العربيه بيتحمل، والله العظيم لعيبه الاردن طلعته حامل في 12. ما علينا. نزول بن شرقي وشريف عشان تنقذ ما يمكن انقاذه. دقيقه 70 تسديده من بالونه، كابتن بالونه. ايه يا اسطى؟ ايه يابا؟ فيش. والله العظيم انا بحمد ربنا ان انا بعمل الفيديو ده النهارده وانا رايق. انا امبارح والله العظيم ما كانش ينفع ان انا اعمل الفيديو، والله كان كميه حرق الدم. ما علينا. نزول طاهر وبن رمضان في الدقيقه 80، وفي الدقيقه 81 من كورنر يعملها كعب محترم لبن شرقي، يعني يحطها ياسر في الجون لغايه الدقيقه بقى. تعالى بقى انا عايزك تتفرج على لوحه فنيه. ده منظر وينج انت تطلعه اعاره. يعني محمد عبد الله ده انت مش عيل بياخد 20,000 جنيه في الشهر ولا مش عارف كام. الواد مسك الواد في الجنب الشمال عندنا لمه ومسحوا ارضيه الملعب، لولا الواد موكا ما حطهاش جون كانت هتيجي جون. ومره تانية يعمل لقطه تانية بقى. هي دي الوينجات اللي احنا المفروض كاداره او كفرقه ندي اللعيبه الناشئه كوره ونديهم فرصه. يعني الواد محمد عبد الله عنده 18 سنه ولا 19 سنه ولا 20 سنه، مسك لعيبه الاهلي مسحها ارضيه الملعب، وفي الاخر تقول لي اصل انا هجدد لطاهر ب 40 و30 مليون واحمد عبد القادر بيتنك عليك ومش عارف مين وياخد 50 يمشي. استمروا والله كاداره. طبعا انا النهارده يعني جالي خبر ان لجنه التحكيم مش هتعاقب الحكم محمود ابو الوفا وهيستمعوا له بكره ومحادثه الفار. اداره ضعيفه، اداره مستباحه، اداره النادي الاهلي مستباحه. بقينا النادي الاهلي بقى مستباح. لما تيجي اللقطه بتاعت الدقيقه 98 وضربه الجزاء والحكم الفاجر يجي يقول لك اصل لا مش ضربه جزاء، اصل هي جت في العصعوص في الورك بعد كده جت في الايد، واللاعب قال لك النيات، انما الاعمال بالنيات يا ابني والله ولكل امرئ ما نوى. عرفت بقى ان انت اداره مستباحه وضعيفه. عرفت ان انت النادي الاهلي بعد انتهاء المباراه 1-1 انت بقيت مستباح في افريقيا عشان ما عندكش حد ياخد حقك. فوزي لقجع شابوه، عرف يحط لك حد يمشيك يطلعك بره. عيسى سي والحكم اللي هو ولا مؤاخذه المغربي اللي انت المفروض كنت تعترض ان هو ازاي يحكم لك المباراه دي، حكم من شمال افريقيا اللي ما حسبلكش ضربه الجزاء في ماتش الترجي. الحمد لله. مبروك والله يا جماعه اداره النادي الاهلي، مبروك يا كابتن خطير، كابتن محمود الخطير، مبروك والله العظيم. اتمنى بقى يا كابتن سيد عبد الحفيظ بعد تصريحاتك العنتريه امبارح والنهارده انا مش هسيب حق النادي الاهلي. هم مش هيعيدوا الماتش، هم خلاص يا باشا وجهوا الدوري لنادي الزمالك. ده الدوري موجه لنادي الزمالك خلاص، احنا عرفنا بقى. حاول نلعب بقى يا اهلي بقى على المركز الثاني او نحاول يعني نعمل حاجه. اتمنى ان اداره النادي الاهلي تبقى رجاله وبتطلعوا تقولوا علينا الجان، تطلعوا تقولوا علينا جمال جبر انا يابا لا حد بيدفع لي ولا بطلع في برامج تلفزيون ولا بقول انا بقول يابا الكلام اللي عليا كراجل مشجع. الناس بتهاجم اهو اسلام مهدي عشان بيطلع يتكلم ويرزع للناس. انا يابا لا هبقى لا اسلام حبشي ولا مش عارف مين اللي بيطلع مع في القهوه ولا نسيت انسى الاسطوره شيكامارا قال لك اصل لو كوره مش عارف مين في السوبر كانت اتحسبت يبقى دي ضربه جزاء. نبي يا عم انت اصلا كنت لعيب على قدك وعارفين ان انت اسطوره من عجوه، والزملكاويه واخدينك على انك مثال وجامد واحنا عارفين اللي فيها. وحد الله يا عم شيكامارا الله يرضى عنك. اتمنى يعني اداره النادي الاهلي تعمل حاجه. اتمنى ان اللعيبه اللي مش رجاله دي تسترجل. السلام عليكم.